ويرفع السن في كثير من الأحيان إلى 23 عام، إلى 23 سنة لدخول، ويكلف الإمام بمتابعة هويات المصلين وغير ذلك. هناك تضييق على ممارسة عبادة الصوم، الصلاة. لا يمكن للموظف التركستاني أن يصلي، ولا يمكن للطالب التركستاني أن يصلي حتى يصوم. يمكن أن أذكر لك أنهم يقيمون مآدب للطعام في رمضان في وسط نهار رمضان للموظفين والطلاب، ويعاقب من يتقاعس عن تناول الطعام. كذلك هناك اضطهاد في كثير من الأمور، في الزي، في التعليم الديني، في غير ذلك من كل مجالات الحياة الدينية والمشاعر الدينية والشعائر الدينية التي المفروض أن يمارسها المسلم العادي في كل مكان. بالنسبة للتعليم، التعليم بالأساس حتى الصف الثالث الابتدائي في المدارس الخاصة بالإيغور يمكن أن يتم باللغة الإيغورية حتى الصف الثالث. بعد ذلك تدخل اللغة الصينية كلغة أساسية في التعليم في المرحلة الإعدادية والمراحل الفنية والثانوية والجامعة. التعليم كاملا باللغة الصينية. من لا يستطيع تعلم اللغة الصينية فلازم يستطيع الحصول على فرصة عمل. المدارس التركستانية قليلة التجهيزات، تعاني من قلة المدرسين. كثير من المشاكل يعانيها قطاع التعليم داخل تركستان. التعليم في حد ذاته بنصوص قانون التعليم العالي يتجه نحو دعم الاشتراكية والشيوعية وقيم لينين وماركس وغير ذلك بنصوص الدستور وقانون التعليم. ونحن دكتور الآن في الصين، ونحن على أبواب رمضان، ربما تكون مسائل العبادات، الصوم، الصلاة وما إلى ذلك، صلاة التراويح وقيام الليل، مسألة مهمة بالنسبة للإنسان المسلم، وربما تكون تجلياتها واضحة خاصة بعد هذه الأحداث. ما تقييمك دكتور لتأثير أحداث سبتمبر التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية على تعامل السلطات الصينية مع هذا الإقليم، مع الناشطين فيه ومع مطالب سكانه أيضا؟ هل ربما سهلت لكثير من الإجراءات القمعية كما يقول الإيغوريون، أم ليس لها تأثير في ذلك الأمر؟ استغلت الصين حادث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمليات قمع واسعة النطاق للإيغور وغيرهم من الأتراك داخل تركستان الشرقية. حدثت إعدامات كبيرة في الشوارع، وصورت القضية بدلا من أنها قضية عرق تركي مسلم مضطهد أو على الأقل إنسان مسلم يفقد حقوقه، حولت إلى قضية إرهاب وقضية رغبة في الانفصال وقضية أن هناك إرهابيين يحاولون تفجير الأوضاع داخل الصين وانفصال الإقليم عن الصين والوصول إلى انهيار الصين وتفككها. فاستغلتها الصين كما استغلتها سائر الدول لمقاومة الإسلام والضرب الاتجاهات الإسلامية في كل مكان. هل تستثمر الصين هذا الإقليم، موقعه كحد فاصل أو كحاجز بينها وبين عدد من الدول الإسلامية؟ هناك تصريحات عدة لمسؤولين الصينيين ربما أشارت إلى هذا الأمر بشكل أو بآخر دكتور. هذا الإقليم يمثل نقطة اتصالها بكتلة إسلامية كبيرة، وهي تركستان الغربية أو الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق في العام 91، ونعرفها أوزبكستان وطاجكستان وقرغيزستان تركمانستان وغيرها أيضا من الأسماء، تركمانستان أيضا. هذه الجمهوريات حينما استقلت أثارت مشاعر التركستانيين في تركستان الشرقية برغبتهم في اللحاق بقطار الاستقلال وفي تحقيق هويتهم وفي تحقيق شخصياتهم الحضارية واستعادة هويتهم الدينية والثقافية واحترام حقوقهم الإنسانية، أبسط حقوقهم الإنسانية التي المفترض أن تمنحها الصين لهم. قياسا على الظرف السياسي يا دكتور، كحد عادل، قياسا على الظروف السياسية، أضيف إضافة. تفضل.
الصين في العام 96 أقامت خماسي شنغهاي، والتي تحولت فيما بعد إلى منظمة شنغهاي للتعاون الدولي، والتي تركز في أغلب قضاياها على القضايا الأمنية وبالإضافة للقضايا الاقتصادية في جانب، إلا أن القضايا الأمنية هي المحور الأساسي لمنظمة شنغهاي للتعاون الدولي. طيب دكتور، قياسا على الظرف السياسي والإقليمي الحاصل الآن، مطالب الاستقلال أو الانفصال كما حدث الجمهوريات السوفيتية المسلمة، هل هو أمر محتمل الوقوع بالنسبة لتركستان الشرقية، أم أمر يكاد يصل إلى درجة المستحيل الآن؟ هذا الأمر لن يصل إلى درجة المستحيل. من كان يظن أن الاتحاد السوفيتي السابق بجبروته وقوته الهائلة أنه سينهار. الصين، هناك دراسات كثيرة تقول أن الصين من الممكن أن تنهار في أي وقت من الأوقات، وهناك عوامل كثيرة يمكن أن تؤدي إلى حدوث مشاكل كبيرة في الصين. أهمها مثلا تفاوت معدلات النمو بين مختلف الأقاليم بشكل ملفت، تصاعد النزاع بين المركز والأقاليم، وبالذات الأقاليم الغنية في الجنوب والشرق، والتي تقوم بدعم الأقاليم الفقيرة في وسط الصين وفي الشمال الغربي للصين، ضعف الحكومة المركزية وسوء إدارتها، وهذا متوقع، حيث أن هناك فرضية معروفة أن طول احتكار السلطة يؤدي إلى فقدان مهارات الحكم وفقدان مهارات الإدارة. سنفصل في هذه المسألة دكتور على التواصل مع الشعوب إن سمحت لي، ونتيح الآن المجال لعدد من مداخلات السادة المشاهدين الكرام في هذه الحلقة. معي السيد عبد الرحمن أبو منصور، وهو من المملكة العربية السعودية وباحث في الشأن التركستاني. مساء الخير أخ عبد الرحمن، تفضل. أسعد الله مساك أستاذ علي، وشكرا على هذه الحلقة. ومساك. الله يحفظك. بالنسبة لتركستان أنا فقط أركز على جانبين، الجانب السياسي وهو الوضع السياسي حاليا. الصين تستخدم سياستين لضرب الشعب التركستاني في هذه المنطقة، وهي النقطة الأولى تتهمهم بالانفصالية باعتبار أن وحدة الصين شيء مقدس بالنسبة لهم، والاتهام الثاني تتهمهم بالإرهاب خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر. والحقيقة أنه من يقرأ التاريخ والوضع السياسي، المسلمون التركستانيون ليسوا انفصاليين وليسوا إرهابيين، لأنهم في هذه المنطقة لديهم مشكلة حتى في التعاليم الأساسية للدين. الشخص الذي لا يعرف كيف يصلي نتيجة القهر الصيني لا يستطيع أن يفهم فقه الجهاد الذي أصلا لم يسمع به في حياته، فكيف يمكن أن يكون إرهابيا وكيف يمكن أن يكون انفصاليا وهو له 100 سنة؟ وحتى المظاهرات الأخيرة التي حدثت في أورانشي خرج الناس بإعلام الصين حتى يشعروا الحكومة الصينية أنهم ليسوا انفصاليين، وإنما يطالبون بالحقوق العامة التي لا اختلاف عليها، مثل حقوق التعليم بالتركستانية وحقوق الصلاة وحقوق الدين والحج، وهذه أشياء بسيطة جدا لا يمكن أن يختلف عليها اثنان. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية أن العالم الإسلامي كله الآن يتواصل مع تركستان بالتعاطف، ويتواصل معهم بالرحمة، ويتواصل معهم بالعلم بقضايا تركستان، بمعنى أنه ما كان قبل 5/7 قبل الأحداث هو شيء ماضي. التركستانيون كباحث في شأن تركستاني ليسوا انفصاليين وليسوا إرهابيين، وإنما ناس يطالبون بأقل من حقوقهم. يا أخي، إذا كان المسجد ولديه صور مكتوب على المسجد ممنوع دخول الذين أقل من 18 سنة، وممنوع دخول النساء، وممنوع دخول الطلبة، وممنوع دخول الموظفين، أنا أسأل سؤال: هل الذي يدخل إلى المسجد لما تقول في الغرب أن من يدخل ممنوع الدخول لأقل من 18 سنة، هذا يعني أن هناك فيلم إباحي لا يجوز إلا للكبار أن يروه، وهؤلاء داخلون للصلاة يا أخي، داخلون ليتعبدون. هذه الذي لم تمنع حتى إسرائيل وحتى الدول الشيوعية السابقة في غير الصين لم تمنع أحدا من الصلاة. للحج، معليش أستاذ علي، الحج للسنة الرابعة إلى الآن لم يحج تركستاني واحد. والعام الماضي أنا تراسلت مع وزارة الحج في السعودية وأكثر من جهة قالوا ليس لدينا منع، المنع من الحكومة الصينية. فإذا كانت هذه شيء يعرفه العالم، لم يأتي العام الماضي في الحج إلا حوالي 2000 حاجي، وكلهم من البعثة الرسمية للحج التي هي فقط لذر الرماد في العيون. فأنا أريد أن أنبه على شيء: واجب المسلمين في هذه المرحلة أن يعوا قضية تركستان. نحن قضية تركستان ليسوا انفصاليين. أيضا نقطة هامة:
الصين لديها مشاريع ضخمة في العالم الإسلامي، ولديها اقتصاد لا يمكن أن يكون مع أحد غيرنا. فإذا بدأت، وأنا أقول هذا الكلام، إذا بدأ تعاطف الناس معهم فمن حقي أن أقاطع المنتجات الصينية، ومن حقي أن أدعو إخواني إلى هذا، فهذا يؤثر